في كثير من المجتمعات الشرقية ما زال اسم المرأة يعامل بحذر غريب. قد يسأل الرجل عن اسمه فيجيب بثقة، وعن اسم أبيه فيجيب بفخر، وعن اسم عشيرته فيتوسع في الشرح، لكن عندما يصل الحديث إلى اسم أمه أو جدته يتردد الصوت قليلا أو ينخفض أو يتغير الموضوع بالكامل. وكأن أسماء النساء يجب أن تبقى بعيدة عن التداول، وكأن العائلة تنسب دائما إلى الرجال وحدهم. لكن في مدينة عمودة توجد حكاية مختلفة، حكاية تقف على النقيض تماما من هذه الفكرة. فهنا لا تحمل بعض العائلات أسماء أجدادها الرجال، بل أسماء نساء أصبحن علامة للعائلة كلها، نساء رحلن منذ عقود لكن أسماءهن بقيت حية على ألسنة الناس: حليمة، صافي، نوركي، عمشة، فرحة، خاني، خلفة، حني، بقي، وتي، غزالة، وضحية، وأسماء أخرى كثيرة ما زالت تتردد في أحياء المدينة وقراها. ليست مجرد أسماء نساء، بل أسماء عائلات كاملة. فكيف حدث ذلك؟ ولماذا احتفظ الناس بهذه الأسماء كل هذا الزمن؟ وهل كانت مجرد ألقاب عابرة أم اعترافا جماعيا بدور النساء صنعن تاريخ عائلاتهن؟ هذه الحلقة محاولة للبحث عن الإجابة. في المجتمعات التقليدية غالبا ما ينتقل الاسم عبر خط الرجال، اسم الأب ثم الجد ثم العشيرة، لكن الحياة لا تسير دائما وفق القواعد المكتوبة. أحيانا يرحل الأب مبكرا، وأحيانا تنهار الأسرة لو لم تتقدم الامرأة إلى الصف الأول، وأحيانا تصبح الأم أو الجدة هي العمود الحقيقي الذي يستند إليه الجميع. عندها يبدأ الناس بالبحث عن طريقة لتعريف تلك الأسرة، فيقولون هؤلاء أولاد فلانة، ثم يتكرر الاسم ويكبر الأطفال ويكبر معهم اللقب حتى يتحول مع الزمن إلى هوية كاملة. وهذا ما حدث مع واحدة من أشهر العائلات التي تحمل اسم امرأة في عمودة، عائلة فرحة. توجهنا إلى عمران حسن فرحة وسألناه عن أصل هذا الاسم، فلنسمع إجابته. ناوي فرحة شكوهات فرحة بيركامية. اسم فرحة جاء من اسم جدتنا. أصول جدي وجدتي تعود إلى جبل الأومريان، وجاءوا إلى هنا قرية قزامبوك عام 1928. جدي عاش لمدة 4 سنوات ومن ثم توفى، وترك لجدتي 5 أبناء. الكبير بينهم كان عمره 10 سنين، وقامت بتربيتهم كلهم، والناس بدأوا بإطلاق اسم أولاد فرحة عليهم تيمنا بأمهم فرحة. ومن ذاك الوقت وحتى الآن أصبح اسم العائلة فرحة. من هنا جاء تاريخ اسم فرحة، والآن أبناؤنا وأحفادنا أيضا يقولون عنهم أولاد فرحة. في القرية بقينا نحو 50 عام كانوا يقولون عنا أولاد فرحة، والآن 50 عاما للعائلة في عمودة، وبقي الاسم نفسه أولاد فرحة. فرحة تاريخها فرحة جولوهاتي بيركامي زاروكي خودي كرني خلكي جيرغ وزاروكي مالا فرحة. عام 1928 وصلت العائلة إلى قرية قزامبوك في ريف عمودة، وبعد سنوات قليلة توفي الجد، ترك خلفه 5 أطفال أكبرهم لم يتجاوز 10 من عمره. في تلك اللحظة لم يكن أمام الجدة فرحة سوى خيار واحد: أن تتحمل المسؤولية كاملة، أن تكون الأم والأب معا، أن تربي أبنائها وتحميهم وتبني مستقبلهم. ويبدو أن المجتمع المحيط بها لم ينسى ذلك، فبدلا من أن يختفي اسمها مع الزمن تحول إلى عنوان للعائلة كلها: أولاد فرحة. اسم صمد جيلا بعد جيل، بل إن أبناء الأحفاد ما زالوا يعرفون به حتى اليوم. نحن رأسنا مرفوع بها لأنها قامت بتربية آبائنا وأجدادنا. فرحة جدتنا، ونحن نعتز باسمها ونفتخر بها. هذه ليست حالة فردية، ففي عمودة عشرات القصص المشابهة، قصص تبدأ غالبا بفقدان مبكر للأب أو الزوج، ثم بامرأة تتحمل العبء الأكبر، ثم بمجتمع يقرر من دون قرار رسمي أن يخلد اسمها. ومن بين تلك القصص حكاية أخرى تحمل اسما مختلفا: بقي. دعونا نسمع صوت دار صالح خلف وهو من عائلة بقي، وماذا يقول بهذا الخصوص. يطلقون علينا اسم عائلة بقي. الآن إذا سأل عني أحد باسم دار ابن صالح
لن يعرفني أحد، ولكن إذا قالوا دارا بقي سيعرفونني فورا. الاسم جاء من اسم جدتنا وكان اسمها بقي، وقاموا بتسمية اسم أمي أيضا باسم بقي تيمنا بها، وكانت أمي شديدة وتضاهي 1000 رجلا بصلابتها، ومن هناك بدأت قصة تسمية عائلتنا بقي، والآن يقولون عن أولادنا وأحفادنا أيضا باسم أولاد بقي. نحن نشتهر بهذا الاسم. أحيانا يكون الاسم أقوى من الوثائق وأقوى من السجلات الرسمية، ففي الحياة اليومية لا يعرف الناس بعضهم عبر الأسماء الكاملة، بل عبر القصص المختبئة خلف الألقاب. وقصة بقي واحدة من تلك القصص. امرأة تركت أثرا كبيرا في محيطها، حتى أن اسمها انتقل إلى ابنتها أيضا، ثم انتقل إلى الأبناء والأحفاد، وأصبح جزءا من الهوية الجماعية للعائلة. لكن ربما أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الظاهرة هو المفارقة الكبيرة. في أماكن كثيرة ما زال البعض يتجنب ذكر اسم والدته علنا، بينما هنا توجد عائلات كاملة تحمل اسم امرأة وتفتخر به، ليس على استحياء بل كجزء أساسي من تعريفها. وهذا يدفعنا إلى سؤال مهم: هل كانت هذه الأسماء شكلا مبكرا من الاعتراف الاجتماعي بدور النساء؟ ربما لا يمكن الجزم بذلك، لكن المؤكد أن المجتمع المحلي في عمودة احتفظ بذاكرة مختلفة، ذاكرة لم تكتفي بتذكر الرجال، بل أبقت أسماء بعض النساء حية لعقود طويلة. ومن بين تلك الأسماء أيضا اسم عمشة. عبد القادر جميل محمود هو أحد أحفادها، فلنسمع مع حكاية هذه العائلة. عندما توفي جدي كان عمر أبي 7 سنين. جدتي عمشة قامت بتربية الأبناء، وبدأوا ينادونهم أولاد عمشة وأولاد عمشة، وهذه الكنية بقيت ثابتة ونعرف بها. مرة أخرى تتكرر العناصر نفسها: رحيل الأب، أطفال صغار، امرأة تتحمل المسؤولية، ثم اسم يتحول إلى إرث، وكأن المجتمع كان يقول بطريقته الخاصة: نحن نعرف من حمل هذا الحمل الثقيل، ونعرف لمن يعود الفضل. لذلك لن ننسى الاسم. عندما ننظر إلى هذه الحكايات معا نكتشف أنها ليست مجرد قصص عائلية، إنها جزء من تاريخ اجتماعي كامل، تاريخ لا يكتب عادة في الكتب، بل يبقى محفوظا في الذاكرة الشعبية وفي طريقة الناس بتعريف بعضهم لبعض. فخلف كل اسم من هذه الأسماء امرأة حقيقية، امرأة عاشت ظروفا صعبة وربت أبناء وحافظت على أسرة وتركت أثرا امتد لأجيال. قد لا نعرف تفاصيل كل تلك الحكايات، لكننا نعرف نتيجتها: اسم بقي ولم يختفي. في عالم يعتاد أن يخلد أسماء الرجال، اختارت الذاكرة الشعبية في عمودة أن تحتفظ بأسماء النساء، ربما لأن الناس أدركوا أن بعض النساء لم يكن مجرد أفراد في العائلة، بل كن العائلة نفسها. بين أولاد فرحة وأولاد بقي وأولاد عمشة وعشرات الأسماء الأخرى المنتشرة في عمودة تبقى رسالة واحدة واضحة: أحيانا لا يحتاج التاريخ إلى تمثال أو كتاب لكي يخلد شخصا ما، يكفي أن يبقى اسمه على ألسنة الناس جيلا بعد جيل، حتى يتحول الاسم إلى ذاكرة، وتتحول الذاكرة إلى هوية. شكرا لكم مستمعينا، كنت معكم يارا محمود في بودكاست ذاكرة الجزيرة.